السلام عليكم خوتي خواتاتي، مرحبا بكم في القناه ديالكم. كنرحب بكم وكنرحب بجميع الناس اللي عاد التحقات بالقناه. كنقول لهم مرحبا والف مرحبا. الى اول مره كتزوروا القناه ابوناو وفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد. اليوم غادي نشارك معكم طريقتي في تحضير الباكيت بطريقه سهله ومبسطه بالعجين المورق وبمكونات بسيطه موجوده في كل بيت. نخليكم تعرفوا على المقادير وطريقه التحضير وفرجة ممتعة البنات. غادي نحتاجو 600 غرام ديال الدقيق الابيض يكون من نوعيه جيده ديال الحلويات، قبيصه ديال الملحه، نص كاس ديال زيت المائده، والماء عادي من الصنبور او الروبيني. كنضيفوا الملح على الدقيق، كنضيفوا الزيت وكنجمعوا بالماء بلا ما كنعجنوها البنات، غير غنجمعوها فقط كما غادي نشوفوا معايا في لا فيديو. والعجين البنات ضروري يكون شاد في راسو، يعني ما يكونش مرخوف وما يكونش قاصح باش ما يعذبكمش، وما تكونش العجينه لينه، خصها تكون قابطه راسها مزيان كما غادي نشوفوا معايا. كنبقاو نضيفوا الماء شويه بشويه حتى كتجمع لينا العجين كما موضح لكم في لا فيديو. كما غادي نجمعوها البنات بهذه الطريقه بلا ما غادي نعجنوها، وغادي نديروها في واحد السلوفان او بلاستيك غذائي ونخليوها ترتاح واحد 10 حتى 15 دقيقه، وغادي نرجعوا ليها من بعد ما نشكلوا الزبده ديالنا على شكل مربع او مستطيل باش تساعدنا في الخدمه. وهذه هي الزبده البنات ايديال باش غادي نخدم بها. انا كنجيب هاد بابي كويسون وغادي نسرح فيه هاد الزبده بهذه الطريقه اللي غادي تشوفوا معايا، اللي كتساعدنا بزاف في الخدمه، طريقه سهله ومبسطه. وغادي نغلق عليها نديرو بحال شكل الظرف وغادي نسرحها بالمدلك. كما كتشوفوا البنات طريقه سهله باش غادي نسرحوا هاد الزبده. من بعد ما ارتاحت لينا العجين غادي نسرحوها كما غادي نشوفوا معايا، وغادي نستعملوا دائما بشويه ديال الدقيق نرشوا على سطح العمل، وغادي نسرحوا العجين بهذه الطريقه. نسرحوها طول والعرض، ولكن نعطيوها الطول شويه اكثر من العرض، ونستعملوا دائما بشويه الدقيق باش ما تلصقش لينا العجين كما كتشوفوا. وغادي نحطوا وسط منها الزبده اللي سرحنا، وغادي نغلقوا عليها بحال شكل الظرف وما نخليوش الزبده تبان باش ما تخرجش لينا الزبده ملي نكونوا نورقوا في العجين. نغلقوا عليها مزيان بحال الظرف البنات بهذه الطريقه اللي كتشوفوا معايا في لا فيديو. ونستعملوا ديما بشويه الدقيق، وغادي نسرحوا العجين ديالنا بهذه الطريقه اللي كتشوفوا معايا. بعد ما سرحنا العجين غادي نطويوها على هذا الشكل البنات، وهذا هو التور الاول كما كتشوفوا معايا. غادي نعلموه على هذا الشكل ونخليوه بلاستيك غذائي حتى يرتاح
ونرجعوا باش نديروا التور الثاني. وخليكم على الصور حتى تشوفوا التور الثاني راه بحالو بحال الاول، راه الفيديو شارح نفسه. وهذا هو التور الثاني البنات كما كتشوفوا معايا. بعد ما سرحنا العجين كنطويوها ثاني على شكل كتاب بحال هذا الشكل اللي شفتوا معايا، وكنعلموها وكنخليوها ترتاح. بعد ما ارتاح لينا التور الثاني غادي ندوزو للتور الثالث، غادي نسرحو نفس الطريقه اللي سرحنا بها التور الاول والتور الثاني، غادي نسرحو بها هذا التور الثالث. خليكم مع الصور. وهذا هو التور الثالث البنات، شفتوا معايا كما درنا التور الاول والثاني درنا التور الثالث. دابا ارتاح لينا العجين بعد ما درنا التور الثالث، غادي نقطع الى نصفين وغادي نشكلها معاكم كما غادي تشوفوا معايا. غنشكل معاكم باكيط وغادي تشوفوا كل شيء بعينيكم. وهذا هو العجين المورق البنات بكل سهوله. غادي ناخذ النصف الاول ديال العجين وغادي نستعنوا بشويه دقيق وغادي نسرحها كما غادي نشوفوا معايا. ما غادي نديروها لا رقيقه ولا تكون غليظه البنات، تكون وسط البنات العجين كما غادي نشوفوا معايا في لا فيديو. وغادي نديروا ضروري البنات يكون عندنا سكر حبيبات يكون خشن شويه، نرشحوا شويه السكر الخشن ونضيفوا شويه الدقيق باش ملي نكونوا نسرحوا ما يذوبش لينا داك السكر ديما. ونديروا الوجه ثاني ديال العجين نديروا عليه السكر حبيبات وشويه الدقيق وغادي ندوزوا عليه المدلك بهذه الطريقه اللي كتشوفوا معايا. نديروا ليه السكر الخشن من تحت الدقيق ومن الفوق عاوتاني نديروا السكر الخشن بهذه الطريقه. وغادي نحيدوا هذوك الزوائد ديال الجناب غادي نقادوهم بالسكين بهذه الطريقه اللي غادي نشوفوا معايا امامكم. ودابا غادي ناخذ هاد المسطره وغادي نعبر 4 ديال السنتيم وغادي نقطع. وانتم لكم الاختيار ديروا 4 5 3 اللي يعجبكم قد ما بغيتو كبير او صغير انتم غادي ديروا العبار اللي بغيتو. وغادي نقطعهم بهذا الشكل باش يجيو باكيط متساويين قد بهذه الطريقه غادي نقطعهم البنات. وغادي نشكل معكم الباكيط باش غادي نشوفوا الطريقه ديالو على هذا الشكل البنات. هذا هو الباكيط ديالنا. غادي نكمل وغادي نديه الفران. وهذا هو الباكيط ديالنا البنات بعد ما طاب كيجي محمر كيجي مورق مقرمش البنات كما كتشوفوا. راه التورق باين لكم البنات
كتشوفوا التوراق ديال هاد الباكيط راه باين وكيجي محمر، كيجي مقرمش. غادي ندخلوه الفران تكونوا مسخنينه من قبل، وملي تدخلوا الباكيط ديالكم تنقصوا العافيه، تخليوها قليله باش الباكيط يطيب على خاطره ويجي محمر ويتحل باش يجي مورق كما كتشوفوا. وهذه هي اللاطه الثانيه البنات، تبارك الله ما شاء الله، راها 600 غرام، راه عطاتني كميه لا باس بها. يمكن لكم توجدوه لعائلتكم للفطور الكوتي او ديروه لوليداتكم يدوه معاهم المدرسه. كما كتشوفوا انا غادي نزين هاد الباكيط بهذه الطريقه. غادي ناخذ الباكيط وغادي ندهن النص ديالو بالناباج وغندير ليه رقائق اللوز محمرين بهذا الشكل كما كتشوفوا. وانتم لكم الاختيار، بغيتو تخليوه عادي خليوه عادي، بغيتو تزينوه غادي تزينوه. انا شي غادي نزينو هكا باللوز، ووحدين غادي نزينهم غندهنهم بالناباج وندير لهم سكر كلاصي، وغادي ندير لهم خطوط بالشوكولات كما غادي نشوفوا. وتزيين كيبقى كل واحد والذوق ديالو في التزيين، او نتوما حرين تخليوهم هكاك. وغادي نخلي النصف الاخر عادي ما غندير ليه حتى شي حاجه. هذا اللي كتشوفوا غادي ندهنهم وغادي ندير لهم السكر والشوكولات. خليكم مع الصور. وغادي نغبرهم بالسكر كلاصي سبيسيال البنات، ما تيكونش حلو للتزيين فقط. انا بعد ما دهنتهم بالناباج غادي نغبرهم شويه بالسكر كلاصي، وغادي ندير لهم خطوط بالشوكولات كما غادي تشوفوا معايا. شوكولات اسود ذوبته درته في واحد البلاستيكه، وغادي ندير بهم خطوط على هذا الشكل البنات اللي غادي تشوفوا معايا. كتزيين البنات وكل واحد والذوق ديالو، بغيتو تزينوا ما تزينوا، ما بغيتوش غتخليهم هكاك. هذا فقط كاقتراح تزينوا به الباكيط. كما كتشوفوا هادو درت لهم اللوز، وهادو درت لهم الشوكولات، وهادوك اخرين غنخليهم عاديين. وغادي نزين. شوفوا البنات العجين كيفاش كتبان مورقه وجا محمر مقرمش. وغادي نحطهم هكا بهذه الطريقه، وحده فيها الناباج واللوز، وحده فيها عاديه، وحده فيها الشوكولات. بهذه الطريقه البنات غادي نقدم الباكيت ديالي اللي يجي البنات اكثر من رائع، محمر مقرمش مورق. يا سلام، احسن من الجاهز. من اليوم ما غاديش تزيدي تشري هاد الباكيت او تمشي للمخبازه، غادي تعودي ديري كلشي في البيت ديالك ان شاء الله. كنتمنى منكم تدعموني بالاشتراك واللايك باش ديما نجيب لكم الجديد. وشكرا على المشاهده. ولا جربتوا الوصفه طاقيوني فيها، ولا عجبكم الفيديو بارطاجوا مع احبابكم وصحابكم وجيرانكم باش تعمل فائده. السلام عليكم، الى فيديو قادم ان شاء الله.